بداية، هل تعاقد إبراهيم عادل مع نورشلاند الدنماركي هو كوبري عشان ينتقل إلى الأهلي؟ وهل ارتباط الأستاذ ياسين منصور نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بعلاقة الأخوة مع أخيه الأكبر والأب الروحي الأستاذ محمد منصور أو السير محمد منصور ممكن تلعب دور أن إبراهيم عادل ينتقل إلى النادي الأهلي؟ الإجابة بالقطع لا. ليه؟ إبراهيم عادل انتقل على سبيل الإعارة من الجزيرة الإماراتي إلى نورشلاند الدنماركي بمقابل 300,000 يورو زائد قيمة الراتب الخاص بإبراهيم عادل، مع وجود بند بأحقية الشراء لنورشلاند الدنماركي بمقابل 2 مليون يورو يدفعهم نورشلاند بعد نهاية أشهر الإعارة، يبقى بيمتلك عقد إبراهيم عادل. طب إيه العلاقة؟ نورشلاند هو واحد من 4 أندية تمتلكهم أكاديمية رايت تو دريم، واحدة من أهم الأكاديميات الخاصة بكرة القدم على مستوى العالم. هذه الأكاديمية بتمتلك نادي في غانا، نادي في أمريكا، نادي في الدنمارك، ونادي في مصر. هذه الأكاديمية مملوكة لعميد عائلة منصور الوزير الأسبق والسير محمد منصور. هذه الأكاديمية، هذه المنشأة وهذا المشروع ليس له أدنى علاقة بأي حاجة تخص النادي الأهلي. هي علاقة أخوة، علاقة رابط دم ما بين الأستاذ محمد والأستاذ ياسين، ولكن هذا الرابط ليس له علاقة بالأمور التعاقدية التفاوضية الشغل التفاصيل دي كلها. رايت تو دريم كيان منفصل تماما، ونادي نورشلاند الدنماركي كيان منفصل تماما ملوش أي علاقة بفكرة التبادل التفاوضي أو التعاقدي مع النادي الأهلي عشان يعني الأستاذ ياسين منصور موجود في النادي الأهلي. العلاقة هي علاقة ما بين ناديين عادي. لو في مصلحة عند نادي نورشلاند مع النادي الأهلي هيعمل تعاقد. لو في مصلحة ما بين الأهلي ونادي ونورشلاند الدنماركي أو سان دييجو في أمريكا، أي نادي تاني من الأندية اللي تمتلكها الأكاديمية، هيبقى في علاقة تفاوضية بين أي ناديين. ولكن الأكيد والمؤكد إن قدوم إبراهيم عادل من الجزيرة الإماراتي إلى نورشلاند الدنماركي هي علاقة تعاقدية منفصلة تماما، ملهاش أي علاقة تماما بفكرة إن ده كوبري وإن إبراهيم عادل هيروح النادي الأهلي. إلا طبعا بقى إذا ارتقى بعد كده في أي وقت لاحق بقى إن في استفادة معينة من هذا الموضوع، لكن حتى هذه اللحظة مفيش أي حاجة أو مفيش أي اتفاق مسبق إن ده هيحصل من وراه كده، ودي حاجة أنا بأعنيها ومتأكد منها بنسبة 1,000,000%. إلى يوسف بالعمري، صفقة الأهلي الجديدة، وأسئلة من ناس كتيرة جدا. هو ليه يوسف بالعمري مش بيشارك ماتش ورا التاني، مش بيدخل، على الرغم من أن الصفقات الأخرى دخلت، وكان آخرهم حتى إليتسن كاموتش النجم الأنجولي اللي دخل ماتش بكرة في الدوري أمام البنك الأهلي. طب إيه قصة يوسف بالعمري؟ القصة كالتالي: يوسف بالعمري ما كانش خيار من خيارات ياس تورب. يوسف بالعمري كان خيار لمجلس الإدارة. مجلس الإدارة شايف أن يوسف بالعمري صفقة مهمة جدا، صفقة تفيد النادي على مدار الفترات والسنين والأعوام القادمة. على فكرة ده حصل كتير، يعني في أوقات سابقة لسه كان معانا الأستاذ خالد مغربي وكيل أليو ديانج، قال لك أليو ديانج لما جه لاسارتي ما كانش عايزه، بس النادي كان عايزه فأصر على التعاقد معاه، والنهارده شايفين أليو ديانج هيروح فالنسيا. فدي صفقة بتثبت بعد نظر النادي وصحة وجهة نظر النادي. فنفس القصه في يوسف بالعمري، النادي ادارته متمسكه بيوسف بالعمري. ياس تورب ما كانش مقتنع بيه، هو كان شايف انه عايز باك شمال اجنبي تحت السن وعايز مساك اجنبي مكان اشرف داري، وده السبب اللي حتى هذه اللحظه يوسف بالعمري ما دخلش القايمه، لانه في عدم قناعه فنيه من ياس تورب بيوسف بالعمري. والحته دي الاهلي محترف فيها جدا كاداره، احنا بنجيبه شايفين ان ده الراجل ده هيبقى مفيد بالنسبه لنا كنادي. يلعب ما يلعبش دي بتاعتك، انت ليك مطلق الحريه، بس مين يتعاقد انا هتعاقد معاه، لو انا شايف ان هو كويس هتعاقد معاه حتى لو انت مش شايف كده. يلعب ما يلعبش دي حريتك انت الشخصيه في الملعب، بقى هو يثبت لك نفسه، انت يثبت لك ان وجهه نظرك كانت غلط، دي قصه ثانيه. فحتى هذه اللحظه يوسف العمري مش بيشارك عشان دي وجهه نظر فنيه لياس تورب، انه حتى هذه اللحظه عنده عدم قناعه بيوسف بالعمري، وكان يفضل ان يتم ضم
باك شمال تحت السن. احمد عبد القادر، احنا شفنا ان في عرض جاي له برده من العراق بقت في كونكت كبير جدا مع مصر الايام دي. اللاعب لحد دلوقتي هو العرض موجود بشكل فعلي ووصل للاعب وللنادي الاهلي. اللاعب ما حسمش رايه، يعني المفترض ان هو عمال بيفكر في الموضوع اذا كان يروح ما يروحش، متردد جدا في الخطوه دي، يعني ان هو ياخدها. في تفكير شويه ان هو يجدد مع النادي الاهلي وان هو يخرج اعاره ال6 شهور دول، لان هو عايز يشارك وعايز يلعب خلال الفتره اللي جايه. التفكير ده لسه برضو ما اتحسمش او بيشوفوا مع النادي الاهلي، لان هو بالفعل لسه ما وصلوش لاتفاق اصلا في التجديد بتاعه يعني. فخلال يومين 3 بالكتير هيكون تم الحسم في موضوع العرض ده، سواء من ناحيته او من ناحيه النادي الاهلي. ماشي، العنوان اللي بعديه. العنوان اللي بعده احنا ناخد بلال عطيه. يلا بينا ناخد بلال عطيه. بلال طبعا ناس كتير اتكلمت عليه خلال الفتره اللي فاتت وعلى العروض اللي وصلت له. ما شاء الله عمال يصدر في ناشئين، دي حاجه كويسه جدا والله. انا امنيه حياتي ان كل الانديه تعمل نفس الحكايه دي ونبقى عندنا منتخب كله محترفين من بره. العرض بتاع بلال الاول وصل اهتمام للنادي الاهلي، ما كانش وصل عرض رسمي خالص للاعب. المفترض خلال الساعات اللي جايه يوصل العرض بشكل رسمي. احنا هنتكلم على تفاصيل العرض ده. المفترض ان هيكون في نسبه اعاده بيع ب 25%. تمام، دي لسه الحاجات اللي هتتباع للاهلي، احنا بنجيبها من بدري يعني. مع تحمل راتب اللاعب بشكل كامل خلال الفتره اللي هو هيروحها. هم عايزينه اعاره لنهايه الموسم مع بند احقيه الشراء. احقيه الشراء النادي هيحط $750,000 في العرض اللي هيتقدم بيه للنادي الاهلي لو صعد النادي للليجا. تمام، هيفعل البند وياخد اللاعب بشكل عادي جدا نهايه الموسم يعني. فده بالنسبه للعرض بتاعه يعني. بس كده خلاص. في حاجه كنت هتقولي؟ لا خلاص مفيش. تمام. في اي تغييرات هتحصل في شركه الكره بالنادي الاهلي او شركات الاهلي عامه؟ في شركات النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه هيحصل اكتر من تغيير. اصل انا كان عندي معلومه حلوه جدا بس للاسف مش هينفع اقولها والله. مش هينفع للاسف. ما تخليش حاجه، ما تحوشيش حاجه والله. نفسي اقولها بس مش هينفع يعني. الشركات المفترض في شركتين هيتم تغيير في ادارتهم خلال الفتره اللي جايه. هيدخل اعضاء من مجلس اداره النادي الاهلي داخل مجلس اداره الشركات. منتظر ان استاذ طارق قنديل يكون عضو في شركه الاهلي للخدمات خلال الفتره اللي جايه بعد ما يتم الهيكله. ان احنا كنا انفردنا بقصص ابراهيم عادل ما بين بيراميدز وما بين الحاجات دي كلها. انا هديك الاول نبتدي بالجزء اللي ابراهيم ما رجعش بيراميدز زي ما احنا ما اتكلمنا. ماشي. ابراهيم كان خلص كل الاتفاقات بشكل كامل مع نادي بيراميدز، الفلوس، مده التعاقد، كل حاجه باستثناء بند واحد اللاعب كان عايز يحطه في العقد بتاعه، وده اللي وقف الانتقال بتاعه بشكل كامل، وهو ان اللاعب كان عايز يحط شرط جزائي في العقد بتاعه. وفي اللحظه دي بيراميدز رفضوا ان هم يحطوا البند ده في العقد، يعني ما كانوش عايزين يحطوا شرط جزائي. غابوا من بالليل للصبح كان دخل نورشلاند والموضوع خلص. لما جم يرجعوا في القصه ويبتدوا ان هم يتكلموا تاني علشان يناقشوا موضوع الشرط الجزائي، كان خلاص في عرض تاني اتقدم، واللاعب كان اصلا بيميل في البدايه خالص ان هو يروح اوروبا. فبالتالي بيراميدز خرج في اللحظه دي او للسبب ده. في حاجه بقى مهمه، انت اتكلمت طبعا على خلاص كلها على كل تفاصيل نورشلاند وان مفيش كوبري والكلام ده كله، وانا معاك على فكره بنسبه 100% ان مفيش كوبري، بس في حاجه